الفرق بين السوري والتونسي باختصار مفيد، لا ايه تسأليني كتير. ايه السوري عنده مبدأ. فالمرأة ما بيطلع صوتها مثلا قدام الرجال، يقول لك أنا التونسية بخاف منها بيتجنبوها. توانسة 70% وجهتهم سوريا. أحراد دمشق القديمة الساعة هي ما بتنقام من بالي بالمرة، محفورة بذاكرتي بروحي بقلبي بعقلي بكل شيء. مرحبا بكم في تفاصيل بودكاست. مش فقط نحكيو الحكاية لكن نحكيو تفاصيل الحكاية. واحنا حكايتنا اليوم باش نمشيو بها من سوريا ونجيو لتونس ونحكيو على قصة نجاح. هما ما شاء الله عليهم أشهر من نار على العلم، واليوم فما كونتراست في اللقب وفي اللبسة. أنا هبة لوسيف، هو أحمد الأبيض. أنا لابسة بالأبيض، هو لابس بالأسود. أهلا وسهلا أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا. شحوالك؟ الحمد لله تمام، أنت شو الأخبار؟ والله الحمد لله. اسمع، كي تخل بحذانا هكا البهجة السورية الله يسلمك. حسيناها وعشناها. دونك خلينا نبدأ من البداية ومع تفاصيل رحلة من سوريا إلى تونس. دونك سيد أحمد، خليني نقول سيد أحمد كما احنا نقولوا في تونس. خلينا نبدأ بتفاصيل الرحلة من سوريا إلى تونس. بدأت في أنا عام سنة 2000. 2000. أي نعم، إجا الوالد من سوريا لتونس وحب يبدأ تجارة شغل هون، فعجبته البلد كتير وقرر انه يستقر فيها. فاجيت انا واخي بال 2021، اخر 2020 اخر 2021 هيك تقريبا. معناها الوالد جي لتونس قبلكم. اي نعم، قبلنا بشي سنة زمان تقريبا. اجا على سأل زيارة، عجبته البلد. كل احنا عايشين كنا قبل بالسعودية، انا مولود السعودية يعني، وزلنا على سوريا فترة. فالوالد اجى على تونس وعجبته، جينا لهون بلشنا شغل بتونس بال 2021. باهي، بلشنا شغل بتونس. لكن قبل ما نبلشوا الشغل، كيفاش كان التكوين متاع احمد؟ وجيت تقول لي كنت في السعوديه ومشيت عملت زياره لسوريا وتوا عايش والله في تونس. دونك احكي لنا احكي لنا. قصتي كتير. قصتك قصه انت. والله مواليد السعودية. ايه نزلنا بعدين على سوريا، عشنا تقريبا 10 12 سنة. بعد 12 سنة جيت صغير كمان على تونس، يعني ترعرعت بتونس. أما كنت مستقر دائما، كنت روح واجي يعني على تونس. الاستقرار كان بتونس النهائي وقت قعدت بال 2000 21. لا اه بال 2006 2007. قعدت اقعد فترات كثير طويلة معناها بتونس. 2010 ما عاد نزلت على سوريا بالمرة، اها إلى يومنا هذا معناها. ما نزلت ولا مره على سوريا. من 2010 ل 2026. باهي، ما بقي من ذكريات عن سوريا في ذاكره احمد الابيض؟ كتير شيء. مثل حارات دمشق القديمة الساعة هي ما بتنقام من بالي بالمرة، محفورة بذاكرتي بروحي بقلبي بعقلي بكل شيء. ايه وتمشي بحارات بس دمشق القديمة، اللي احنا من سكان العاصمة، سكان منقول الشام القديمة. نحن عنا شارع بغداد، الإمارية، حارات دمشق القديمة، مثل نقول احنا بلاد العربي هون عندكم ولا شيء، مهم. سكان البلدية. فتمشي بالشوارع سوريا، ريحة الياسمين والحارات القديمة. هلا يعني اللي كنا بنشوفه اللي احنا بمسلسلات باب الحارة، ايه نفس الأجواء موجودة، هي ما لا شك فيه. صاروا يعملوها مطاعم صح. وكافيهات وفنادق، يعني فنادق وضخمة، الناس تجي بتشوف التراث السوري. فالطابع هذا هو ضل بذاكرتي، ما نقام لحد الآن. اهم. ومثلًا عادات، تقاليد، ما شاء الله يعني مشيت للسعودية، فما ثقافة في السعودية وهزيت ايه معاك موروث ثقافي سوري. اي نعم. فشنو هزيت معاك للسعودية من سوريا؟ انا ولدت بالسعوديه، فما ما عشتش كتير بالسعوديه، يعني من اللي عمري تقريبا 5 سنين رجعنا على سوريا. أها. ما تمينا عايشين هنيك. فالعادات والتقاليد السوريه هي يعني اللي اجمل شيء بالكون ممكن تكون. إيه، ابن عمي هذي كيما في المسلسلات. إيه لك. لك لك. حيّو. الله على عيني وراسي. إيه، احكي لي شوية على هكا structure، يعني التركيبة متاع العائلة السورية كيما شفناه في المسلسلات.
طبعًا، طبعًا الاحترام هذا المتبادل ما في، المرأة ما بيطلع صوتها مثلًا على الرجال، ابن عمي هي يعني قائمة ما عاد استعملوها كتير بحسب السنين يعني وكذا، أما يعني إيه، قبل يعني بتنقال كتير فهمت كيف؟ يعني إيه، الوالدة بتقولها مثلًا تقول له فهمتِ ابن شلون؟ عمي، أي نعم. على راسي ابن عمي. مو لأ مو إيه، إنه على راسي هي كلمة، مثلًا أنت إيه، عم تقول على راسي، حتى أنا باقول لرفيقي على راسي تسلم لي خلّي لي إياك حبيبي، إيه، تقول لأمك حبيبتي، بتقولي يعني الكلمات الجميلة هي دائمًا موجودة باللغة العامة السورية، أها، يعني كيفك حبيبي، شو أخبارك، تقبرني، خلّي لي أها، إياك يا رب، كذا، أها، الكلمات هدول دائمًا هنّن من ألاباس محطوطين بالاحترام وضلينا عم نستعملهم نحن يعني صارت عادة، أها. فهمتني؟ احكِ لي ارجع لي شوية علاقة الوالدة والعايلة، أكيد أنتِ طبعًا تربيت إيه، الاحترام هذا من زمان اللي إحنا تربينا على هذا الشيء، اهم، وتعدينا نحن في شغلات هلأ يعني أنا باحبها بالشعب السوري إيه، بصراحة، اللي هي في الطابع مثل ما قال لك، هلأ مثل المصري حتى بتلاقي مثلًا بيقول له أخوه الكبير بيقول له يا أبيه يا كذا فهمت شلون؟ أها، يعني في لغة الاحترام هي موجودة كتير، فالعائلة السورية قبل كانت إيه، مكونة عن يعني في كتير احترام متبادل، فهمتِ المقصد اهم، كيف؟ فالمرأة ما بيطلع صوتها مثلًا قدام الرجال، وقت بيفوت أبوك أنت على البيت، إيه، المرأة دغري بتروح لعنده، بتاخد الأغراض من إيده، بتفز الولاد كلها بتوقف على حيلها، بتفز بتشو بتسلم أبوك فات، أها، ما بتفوت والله فات أبوك على ساعتك أتفرج على التلفزيون والله هيك مثلًا والّا منصات حلل التيك توك. فهمت مقصدي؟ بتفز إيه، بتروح بتبوس إيده، عنا احترام، هي بوسة الإيد أنا وتفوت أنا عند أبي بيكون قاعد مع 20 رجال، حتى وقت اتجوزت وجبت ولاد. إيه، بفوت وبكون قاعد باخد ببوس باحطها على راسي هي 3 مرات قدّام الناس وين ما كان يكون، بالشارع، بأي طريق، عند الناس، بالقهوة، هذا لا شك، وهي الشغلة الظاهرة على فكرة صارت في تونس يعني حبّوها، يعني صارت اللقطة أكتر من مرّة وقتها تصير مع الوالد تبعي، فقالوا إيه، له هي نحن الشغلات مالنا قال لهم لا يعني هي اللي إحنا عندنا عادات، مُقدسة هي يعني. ما في، يعني هلّأ أولاد أختي بفوتوا ببوسوا مثلًا إيدي أنا، خالهم يعني إيه، هي لغة الاحترام، أنا بابوس إيد أمي، أختي أصغر مني بتبوس إيدي، أنا أها، أخي أكبر مني يعني هاي الشغلات نحن هيك سبحان الله، ما أها. بعرف نحن هيك تعودنا عليها وإحنا يعني، نحبّوا هكا ندخلوا في تفاصيل أي هالعادات هذيّا اللي جينا من سوريا، شنو هو آخر مثلًا اليوم الاحترام موجود في العائلة السورية، شنو هو آخر هكا قعد في الذكرى متاعك وحتى كي جيت لتونس استحسنوها التوانسة؟ اللغة السورية مهضومة، إيه، يعني كتير، كتير بيحبوها، هذا شوف حتى الشعب التونسي بين الشعب السوري في حب متبادل ما صحيح، بيفهموا غير الله هي، يعني صحيح، شغلة شو بتقولوا قبول أنتم هيك في صحيح، شغلات هيك، في يعني حب متبادل كتير، كتير كبير من بين التوانسة والسوريين، يعني أنا أول ما جيت على تونس عم باحكي لك من 2001 يعني ما كان في شيء اسمه سوري، وقت نزل إحنا جينا اشتغلنا بفترة بالمعارض بالأفوار معناها أها، بالتجارة. فوقت اجينا لهون سوري يعني شغله كتير حلوه بيحبوا يشتروا من عندك بتقول لك بربي احكي شوف إيه، الثقافه هي اللهجة يعني اللهجة اللهجه كتير بيحبوها وحبونا في حب كتير كبير بين التونسي والسوري اهم، يمكن المسلسلات زادا لأنه نتفرجوا ياسر المسلسلات السورية، وممكن في حب من جوا شخصي مو انه بحبك لان انت والله حكيك مثلا لا في آه، حب متبادل يعني التوانسه كتير ينزلوا على سوريا أها، كتير يعني من الوجهه السياحيه كانت الاوليه يعني هلا بعد ما اللي صارت الاحداث وصارت اهم، الحرب بسوريا كان صارت وجهتهم تركيا ولا اهم، هي كانت التوانسه 70% وجهتهم سوريا اهم، للتجاره كانوا اهم، كتير التوانسه ياخذوا التجاره صحيح، شبك كانوا مسمينا سوريا صين العرب صحيح، يعني بالتجارة كان ينزلوا الناس تاخد تجارة منا ياخدوا الألبسة ياخدوا يعني يحوصوا الأجواء كتير البهارات زادا حلوة عندكم هي والأكل هي إيه. الأكل هذا موضوع الأكل إذا بدنا أنا نفوت عليه جايينه أنا جايينه يا سيدي هسا أحمد أعطيني الشغلات اللي تختلف ما بين الرجل السوري والرجل التونسي، وأنتِ عندِك برشا أصدقاء في تونس، شنو لاحظت هكا الرجل التونسي وأنتِ تشوفيه بأعين سوري، شنو الحاجات اللي تشبه لك وشنو الحاجات اللي حسيتها مختلفة هكا في الطبع بين بين الرجال في الرجال السوري السوري والتونسي؟ أي الحقيقة إيه، هيك ما حدا الكاميرا يزعل بيطلع من اخزرنا تونس انا انت ناويتي لي يا على طلاق يا اكل قتلي يا هيججوني من البلد ماني تفاصيل فاهمه تفاصيل تفاصيل نشفتي لي ريقته كا لا أيوه شوف هلا في عندي اصحاب كتير توانسه إيه بوجه لهم تحيه كلهم والله وعندي اصحابي كمان سوريين كمان بوجه لهم كتير تحيه بكل وين ما كانوا اهم الفرق بين السوري والتونسي باختصار مفيد لا إيه تسأليني كتير إيه السوري عنده مبدأ أكتر
للأسف. ترتتا. أنتِ بدِّك تسمعي. والله كيفاش؟ أنا كتير أكلت كَف من التوانسة بصراحة. في مجال عملك. في أون جينيرال. اهم. يعني في ناس السوري إذا وكان رجال بيكون سند لإلك بضهرك. أنا في ناس عاشرتها هون بهالبلد من اهم. 15 سنة و20 سنة وطلعوا غير بلدان لهلأ إذا بيطلبوا وشو بدك بيلبيك بيروحوا. اهم. وناس توانسة سكنت معي للأسف 10 سنين بناكلوا من نفس المعلقة ومن نفس الرغيف وغدرت فيني اهم. كتير، مو واحد ومو اثنين اهم. للأسف. اهم. وهي قلة قلة قليلة ما عم اقول لك. انا إمم. عندي اصحابي لهلا عندي، اما التونسي ما بعرف يمكن ربي هيك انا جمعني ما عندي حظ إيه. بالرفقات والا بالناس اللي يا اخي ما بعرف ليش بيدور عليك اهم. من غير لا من غير اي سبب. شو في يعني علاقات؟ اذا إيه. اشتغل معك إيه. بتطلع على رزقتك، اول ما يطعنك هو بتجيبه بتشغله انت معك، بتقول له تعال انت مثلا تعال اشتغل معك، اول ما بيدور عليك. أها. اول ما كثير ناس اشتغلوا معي بالمجال، مجال التجاره وبمجال الفن. اهم. يعني انضريت وعمل عليه قال له انت حتكون هون مثلا حسلمك شغل حاعطيك نسبه اهم. بشغل. اول ما بتروحي هو بيدور على او بيدور على الشغل وبياخذ كل شيء وبيطلعك برا من الموضوع اهم. وخلص. اهم. طب ليش هيك؟ للاسف الدنيا بدلت. يعني قبل انا عايش كتير بتونس ما اهم. كان مثل هلا، كان في اصحاب وكان في تويت رفقات عن جد، المصالح أكثر؟ كتير مصالح وكتير الناس ما عاد يهمها. يعني اليوم وقت بينصب عليك ولا بيسرق ولا بيقلبك ما بيقول انه هو قلاب على روحه، بيقول لك انا ذكي عديت عليه هذا غبي. اهم. للاسف يعني فهمتي المقصد. هي كتير شغلات تجرحك جرحتني إيه. بصراحه انا اهم. هون. يعني انا بحب كتير العيشه بتونس، بحب كذا وعندي كتير رفقات بحبهم وبيحبوني، اما صرت حريص. يعني قد ما اهم. بكون بحبه صاحبي ما عادش ندخل معاه بحتى كونتاكت تبع شغل. يعني business مع توانسة ما ما تحب؟ عادش حب ندخل انا إيه. بشخصيتي معناها بصراحه. اهم. يعني الناس ما اذا خليت خربت بيقول لك ما عم نقول انه اهم. نحن. اما بحب انا التوانسه بحب عشان، اما ممكن الله اللي جمعهم بطريقي كانوا يمكن. اهم. شغلات انه سيئين الناس معناها، اهم. وشغلت معي كتير ناس وفي وفي كتير يعني للباركونتر معناها في اصحابي كمان توانسه كتير باهين، اهم. كتير باهين. très bien على الأقل معناها لا على الأقل في إيه. ناس الحمد باهية لله. برشا، إمم. في كتير ناس ممتازة، وكانوا في كتير ناس بالمواقف كتير لا ممتازين جدا، اهم. ممتازين. أما أنا عم أقول لك على حاجات سألتيني شو الفرق إيه. بين كذا وكذا. اهم. النسبة اللي أنا يعني انغدرت فيها بتونس ما صارت لي بسوريا بين اهم. الأصحاب بين قوسين. أما أنا أصحابي من أعز أصحابي وأعطيهم رقبتي، يعني هن توانسة في ناس بعمل عليهم وفي يعني اللي عرفوني مع بعض بيني وبينك اللي كانوا bien sûr. الكونتاكت هن إيه. توانسة، دول وين من فرنسا. أعز أصحابي اهم. صح. وعشرة عمر أنا وياهم. très bien. أنتِ جبت توا يمكن الجانب العملي، لكن خلّينا نحكي على الجانب يمكن اللي فيه علاقة بالمرأة. تعتبر التونسي رومانسي مع شريكة حياته معناها مقارنة بالسوري؟ خلّينا نمشيو للعلاقات أكثر، توا الbusiness وفهمنا. والله شو كي ماني تشوف عايش مع معهم. كي تشوف مع أصدقائك كيف يحكيوا أكيد راهو طب أنتم ليش أنتم رجال كي تقعدوا تحكيوا باش تحكيوا كان على الbusiness؟ لا بيحكوا على شو بس لا بتحكيوا؟ نحن رجال مو مثل النسوان. كيفاش يعني ما قُل لي؟ بنحكوا كتير على العواطف في البلاتوات تبعنا كي تقعدوا هكا ما انا واحد من لا؟ الناس ضد. أصدقائك ما ما يقعدوش؟ خي انا والله مرتي اللي لا مش بعرفه انه مثلا كل الشباب بيخافوا من النسوان تبعاتهم. اهم. هي شغله دائما بتنذكر بالاعداد، شو تخاف بتتذكر. منها صحيح. تضرب فيك مدري شو كذا. إيه باهي ترى انه قالوا وينك باش تروح ولا مازلت قاعد شوي؟ هي هذا السؤال بتلاقيه زعزعوا هيك من قلب الكرسي متى ما قام وتحرقص. هاي على خير الاولاد ما عادش بكري اعرفوا اكل كفين بالتليفون. ما بعرف يا بتقول له رح سكر في شيء سر بينقال بهالكلمتين بهز شخصيته ورجوليته كلها وقاعد. انا ما فهمتها. هي سر المرأة التونسية تأثير على الرجال. تلقى في ارقام والله مش بيصير له باهي سيدي احمد يعني يجيك تو 5 ثواني ما بيكملها. يجيك تو تليفون من المانيا ايه باش تنهز ولا ما كيفاش تنهز؟ بنهز لك ما
لا والله انا شوف مدامتي، شوف والله انا كثير بحترمها بهي النقطه ها، اهم. بلا مثلا رايح ولا مجال شغلي انا كله بالليل وكله إيه، ما هو ديك علاش نسأل فيك الأعراس آه، والارتباط لا احنا والزواج متفاهمين الحمد لله، مره مثقفه وفاهمانه وقلت لها هذا مجال شغلي وبتقدر هذا الشيء. يعني انت اهم، اليوم مجال شغلك انت عم تشوفه وعم ترجع على بيتك وعم ترجع بتلاقي انت حابب مرتك وبتشوف اولادك، هذا شغل. اهم، في العكس المرأة الفهمانة اللي بتتفهم هذا الشيء. في اهم، كتير عنا بالوسط الفني كمان أصحابنا كانوا سبب لفشلهم بحياتهم من اهم، سبب نسوانهم اهم، وما كملوا اهم، وندموا اهم، وفقروا وفلسوا من سبب بس غيرة. صح. هاني باش نرجع معاك للقعدات، تفاصيل القعدات. والله أنت وينك؟ ما حناخد بوز. شنو قصدكم في القعدات؟ ايه يلا. أنتِ كيف بداو أصدقائك التوانسة يحكيو على علاقات، أكيد أنتم رجال باش تحكيو إنه مرتي أو خطيبتي أو اللي باش نرتبط فيها، شنو النصائح اللي أنتِ تقدمهم؟ بحكم أنتِ معاشر معناها سوري، ومعاشر برشا توانسة، ومجال عملك هو في الأعراس، دونك تمام. شنو النصائح اللي تقدمهم أنتِ؟ للنصائح اللي بوصلهم لرفيقي يعني لرفقاتك اللي بداو معاك انه في العلاقات مع اسمع تونسية وعمل هك، إذا كان هما مثلًا سوريين يبداو معاك شنو توصيهم؟ عندك أصدقاء سوريين أكيد في تونس، عندي إيه، شنو شوف هو توصيهم؟ شوف قد ما بتوصيه انت وحظك يا ابو الحظوظ مع المرأة اللي سلتت فيها. قد ما بتنصح اذا هي متفاهمه وبنت حلال إيه، وامورها كلها تمام وبتفهمه حيعيش عيشه هنيه. مو أها، عم بحكي حتى السوريات اخذوا من هون يعني ايه انا من عائلتي اخذوا حتى سوريات وما نجحوا. مثلا أها، اخي مثلا إيه، أخذ تزوج سوري، سوريا، بدي سوريا وامي خذ سوريا، وبالاخير ما فشل بحياته، جاب بنت وطلق وما مشي الحال. أها، وعندي كتير اصحاب كمان فشلوا أها، ويرجع مثلا يقول لك انا التونسيه بخاف منها بيتجنبوها مثلا، والا اهم، خاطر اني انا لا انا تعرفت على تونسيه وحبيتها والحمد لله، الله يخلي لي الحمد اياها يا لله، رب. ربي يحفظ. متفاهم انا وياها متفاهمه، لان شوف يعني هلا تنصحهم تقول لهم خذوا الشخص اللي يكون متفاهم متفاهم. انت ويتقبلك. انت ليش رب العالمين فتره الخطبه ضروريه؟ اهم، باش هي تتعرفوا مشان على بعضكم، تتعرف، انت صح، اليوم تعرف الشخص. بيقول لك لا بعد العرس تتبدل، لا لا حبيبي مو فماش بعد يتبدل، العرس تتبدل. انت ما عرفت تربيها صح، تاخذ قراراتها تحطها على السكه الصح، يا انت ما عرفت تختارها من الاساس. اهم. كلمة تربيها صح هذي، ايه ارجع لي عليها كيف. اطريها معناها ايه، تربيها معناها انا بحب هيك بحب ايه، هيك بحب هيك، بحطك باطار، بحطك على السكه ما تخرجليش عليها. اذا اهم، بيكون عندي منك 10 اولاد بطلقك انا بعدين. اهم، يعني تتفقوا على الخطوط تفهم العريضة الحاجات، ما للعلاقة. تبديش انت قراراتك بعد اهم، العرس. بدلت حاجة أنتِ في زوجتك هكا كان فما مش شروط أو فما والّا لا انا مرتي كثير طبايع كانوا متفاهمه والله. حاجه عمل لك 10 سنين انا قبل ما ما شاء الله، اتجوزها، معناها خبزنا بعض وعجلنا بعض. إيه 10 سنين ما شاء يعني الله، ايه يعني انا متجوز 10 سنين هلا صار لي، اما كاني 20 20 سنه. سنة إيه. فهمت مقصدي شنو؟ الred flag نقولوا إحنا اللي أنتِ ما تقبلوش والّا تقول راهو هذاك انا شي فاش كتير صعب، العلاقة. انا كتير بضحك إيه، وهي بسايس وروح قلبي بضحك فز الصوت تلاقي بضحك. اما بس لاتغشش مصيبه أها، مصيبه. عندك mood يتقلب في ثانية. ايه والله مش بثانيه، بس اتغشش يعني إيه، مستحيل عاد انا اشوف برج شنو بوشي. أنتِ؟ انا برجي ناري، اعطيني الدلو. والله يدلوا طيبين معناها. طيبين ايه أي ما طيبين. إيه اما بس سبحان بس يضوي تركني طلع من وشي 10 دقائق ربع ساعه ببرد. أها، درجين بس خليني. اما في أو هذيك كخليتوا اللحظه، في هذه اللحظه في مع الشغل اي زادة. بالشغل كثير صعب بالشغل. أوكي، هنا باش نعملوا pause صغيرة وباش نحكيو على الشغل. من عيونك. باهي.